حد فيكم جاله احساس في يوم لما يكون محتاج لشغل واول فرصة تجيله هيعمل ايه؟ طبعا هتروح حتى لو كان الشغل ده في بنزينة. والقصة اللي معانا النهاردة عن شاب بيحكي قصته مع شغله في البنزينة، وللأسف البنزينة ديت كانت مسكونة. فتعالوا معايا نشوف الشاب ده هيعمل ايه، وده الجزء الاول من قصتنا. السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان. وبيحكي الشاب ده واسمه محمود ويقول: كانت الساعة 7 بالليل لما نزلت من الاتوبيس قدام البنزينة اللي كنت رايح استلم شغل فيها لأول مرة، واللي كانت على طريق مصر اسماعيلية الصحراوي. فمجرد ما نزلت حسيت ان الانوار باهتة عن كل البنزينات اللي شفتها قبل كده، وقبل ما اتحرك ناحيتها لفت نظري انها في منطقة مقطوعة ومفيش حواليها اي بيوت. حتى الطريق في المنطقة دي كان مفيش فيه اي اضاءة. كل ده كان عادي بالنسبة ليا، لكن اللي وترني شوية وحسسني بالخوف ان اول ما حطيت رجلي على رصيف البنزينة لمبة من لمبات التندة الكبيرة اللي فوق مكان البنزينة نورها اترعش وبعدها فصلت عشان الانوار تبقى باهتة ابهت من الاول. وقتها كنت بتحرك ناحية البنزينة وانا حاسس بزغلله في عينيا من نورها الباهت، وكمان حسيت بتيار هواء بارد بيضرب في وشي. وفي نفس الوقت كان في يافطه معدنيه متعلقه بتتهز، ومجرد ما وصلت عندها سابت التندة ووقعت جنبي. وقتها حسيت بقبضه في قلبي، وكمان لما نور البرق نور في السماء وجي بعديه صوت الرعد المرعب. فقلت ببالي اكيد دي رهبة البداية، وقفلت سوستش الجاكيت واتحركت بسرعة لجوه البنزينة لما حسيت بنقطة مطرة نزلت على وشي. فكان واضح ان العمال في البنزينة مش كتير، يعني ما كانش فيه الا 2 عمال شغالين على 4 مكانات بنزين، وكان فيه محاسب في سوبر ماركت صغير في اخر البنزينة. فدخلت على اقرب عامل فيهم اللي كان واقف بيمون عربية على المكنة الاولانية ناحية الطريق، واللي اول ما قربت منه حسيت ان ريحته مقرفه كاني واقف جنب مقلب زباله، لدرجه ان ريحته كانت مغطيه على ريحه البنزين والجاز. لكن حاولت اني اتملك نفسي وابتسمت وقلت له: مساء الفل يا باشا، ايه الاخبار؟ فرد عليا بتكشيره وهو بيبص ناحيه مسدس البنزين اللي مدخله في تانك العربيه اللي قدامه، ومن غير ما يرفع عينيه ناحيتي خالص قال لي: انت العامل الجديد؟ فحاولت ان اكون لطيف معاه واتجاهل بروده، فقلت وانا بنفس ابتسامتي: هو باين عليا للدرجه دي؟ الغريبه انه ما ابتسمش وما ردش، ولف وشه ناحيه عداد البنزين وهو بيهرش في صدره من فوق اليونيفورم. فكان واضح قوي ان مقابلته جافه جدا، لدرجه اني قطعت ابتسامتي وسالته بزعل: مين المسؤول هنا؟ عشان ابلغه اني وصلت. فشاور براسه ناحيه السوبر ماركت من غير ما ينطق كلمه. فساعتها سبته ومشيت ناحيه الماركت. وفي طريقي كان العامل التاني قاعد على كرسي خشب صغير جنب المكنه التالتة وبيهرش في راسه وهو بيبتسم للعامل الاولاني اللي كنت بكلمه. فعديت من جنبه وانا ببص ناحيته ومبتسم، ومجرد ما بص ناحيتي راحت ابتسامته. ما كنتش عارف هما بيعاملوني كده ليه. كان التفسير الوحيد اللي جه في دماغي انهم متضايقين عشان في شخص تالت هيجي يقسمهم في الاكراميات والفلوس. فدخلت للمحاسب اللي كان قاعد على الكاشير ومشغول في الكمبيوتر اللي قدامه، فقلت له: حضرتك استاذ احمد اللي اتكلمنا انا وانت بخصوص الشغل اللي كنتوا ناشرين عنه على النت؟ فبص ناحيتي وابتسم ابتسامه خفيفه. فقلت ببالي: الحمد لله انه مش زي الاتنين اللي بره. وكان واضح ان احمد ده من مكالمته معايا ان هو اللي ماسك شغل البنزينه كله، وصاحبه البنزينه ما بتجيش اصلا. فقال لي: الحمد لله على سلامتك، وشاور لي اني اقعد على الكرسي اللي قصاده. لكن الغريب ان كانت ريحته
نفس ريحة العامل اللي اتكلمت معاه. فبعدها بص ناحيتي بنفس الابتسامة وقال لي: انت خريج ايه يا محمود؟ قلت له: اداب قسم فلسفة بتقدير جيد. قال لي: مش مهم، المهم انك بتجري على اكل عيشك. طب بص يا محمود، احنا شيفت بالليل عندنا اللي هتشتغل فيه من 8 بالليل ل 8 الصبح، مرتبك 700 جنيه في الاسبوع، وبيطلع لك اكراميات قدهم او اكتر. اكلك وشربك علينا، وطبعا انت هتبات هنا في السكن اللي في ظهر الماركت، وليك اجازه يومين كل اسبوعين، وبتقبض وانت نازل اجازتك، ولو حبيت تقطع شغلك لازم تبلغني قبل اجازتك باسبوع. فساعتها سالته عن دفتر اسجل فيه اسمي او اي حاجه زي كده، فبص لي بابتسامه بارده: لا مفيش، وروح بس حط شنطتك في السكن في الدور الارضي بتاع العمال، وحاول انك ما تشغلش انوار كتير لانهم هناك ما بيحبوش اي نور في السكن، لان محدش بيروح هناك الا على النوم، وهتلاقي هناك اليونيفورم بتاعك، وتعالى استلم شغلك. فسبته ورحت ناحيه السكن من طريق جنب الماركت، لكن اول حاجه لاحظتها ان في حته من السور اللي ورا البنزينه مهدوده. ولما بصيت على السكن اللي بوابته في وش السور الخلفي حسيت بنفس الخوف. ما كانش فيه اي نور في البوابه او السكن اللي كان عباره عن دورين. الدور الاول واضح ان شبابيكه مدهونه ومتشطب، والدور التاني اللي فوق ما كانش فيه شبابيك اصلا وتقريبا لسه ما اتشطبش. وقتها الدنيا بدات تمطر، فرحت منور كشاف الموبايل ودخلت على البوابه ومنها على شقه الاستراحه اللي في الدور الارضي. كان بابها فيه مفتاح، ففتحت ودخلت، ومجرد ما نورت نور الصاله حسيت بصوت حاجه هبدت في الدور اللي فوق، وبعدها النور قطع. وقتها جسمي اتقبض، وصوت الهبده جه وراه صوت زي صوت صريخ مكتوم، زي ما يكون حد بيصرخ وهو بقه مقفول او متكمم. كان جاي برضه من الدور اللي فوق، وزي ما يكون صوت مش بشر خالص. استمر ثواني وانا واقف زي المشلول بتلفت حواليا، وبعدها اختفى الصوت لما حسيت ان في خطوات بتتحرك ببطء فوق السقف. ففقت من صدمتي وطلعت اجري على بره، ووقتها كانت الدنيا لسه بتمطر وصوت الرعد بيهز المكان. فرجعت على باب المدخل وبدات اطمن نفسي ان اللي سمعته ده صوت الرعد، واكيد في جو زي ده ممكن الكهرباء تقطع والشبابيك تتهز وتحس باي اصوات غريبه. وبرضه ما كنتش عايز اطلع لهم بره من غير اليونيفورم فيقولوا انه خايف لما الكهرباء قطعت. فوقفت شويه في مكاني مش عارف اروح عند البنزينه ولا ادخل اجيب اليونيفورم على نور الكشاف. لكن وقتها الكهرباء رجعت، فرجعت للاستراحه تاني عشان البس. شفت صاله فيها باب وأوضتين، وفي جنبها مطبخ وحمام جنب بعض. ففتحت اول اوضه بالراحه عشان ما ازعجش العمال اللي نايمين، لكن ما لقيتش فيها غير 4 سراير فاضيين، ومفيش اي يونيفورم متعلق فيها ولا حتى مرمي على سرير من سرايرها. فدخلت الاوضه التانيه اللي كنت بفتح بابها بالراحه عشان كنت حاسس ان دي اللي هيكون فيها العمال بتوع الورديه الصباحيه. لكن كانت المفاجاه ان ما كانش فيها اي حد برضه، وال4 سراير اللي فيها فاضيين، لكن لقيت على الحيطه متعلق فيها كذا يونيفورم. فخدت واحد منهم لبسته وسبت شنطتي وكنت خلاص طالع عشان اروح للبنزينه. فجأة حسيت بحركة وكأن حد ماشي في الدور اللي فوقيا. وقتها جه بالي ان ممكن يكون حد في أوضة متشطبة فوق ونايم فيها العمال، وطمنت نفسي لان عمري ما خفت من عفاريت ولا جن ولا اعترفت بوجودهم اصلا. وساعتها كانت الدنيا بطلت مطر، فقررت اقطع الشك باليقين واطلع على الدور التاني وانا منور كشاف موبايلي. ولكن كانت المفاجأة ان لقيت الاستراحة اللي في الدور التاني من غير باب اصلا، وواضح من بره ان فعلا الشقة مش متشطبة خالص. لكن كنت حاسس بصوت زي صوت شخير جوه. كنت متردد ادخل، لكن قلت في بالي يا تجمد قلبك وكمل، عشان ادخل الصالة والاقي الشقة اللي على المحارة وارضيتها مش متبلطة وريحتها نفس ريحة العامل، ريحة لا تطاق. واللي ده اللي اتكلمت معاه لما دخلت البنزينة. لكن الغريب اني لقيت في ارضية الصالة على نور الكشاف عظمة زي ما تكون عظمة حيوان، وشوية ريش في ركن من الاركان زي ما يكون في فار او كلب ساكن في الشقة.
فبصيت على الأوضة الأولانية اللي لقيتها من غير باب، ومكان الشباك متعلق قماشة سودا كبيرة وكانت فاضية ما فيهاش حد. فرحت على الأوضة التانية اللي مجرد ما بصيت فيها اتصدمت لما لقيت 2 عمال نايمين على الأرض من غير ولا غطا ولا فرشة، بيونيفورم البنزينة زي الأموات. وأول ما نور الكشاف جه عليهم اتنفضوا من نومهم فجأة، ونظراتهم فيها نفس الغيظ اللي في نظرة العمال اللي قابلتهم تحت. وقتها حسيت بإيد بتخبط على كتفي، كان أحمد المحاسب اللي شاور للعمال إن يرجعوا لنومهم، وخدني من إيدي ونزل بيا لتحت. ما كنتش فاهم أي حاجة ومش عايز تفسير، وعايز آخد شنطة هدومي وأقف على الطريق أشاور لأي عربية ترجعني القاهرة حتى لو هقف للصبح. لكن مجرد ما طلعنا من البوابة حط إيده على كتفي وإحنا ماشيين ناحية السوبر ماركت، وقال لي تلاقيك مستغرب من اللي شفته، بس الحقيقة إن الاتنين دول كانوا مسجونين لفترة طويلة وجتتهم خدت على البرش، فما بقوش يعرفوا يناموا في حتة نظيفة. ممكن تستغرب ازاي انا مشغلهم، لكن الحقيقة ان انا ليا نظرة في اللي بشغله. يعني ممكن يكون شاب وخريج جامعة ويسرقك، وممكن واحد رد سجون زي دول يكون امين، لان دول كانوا محبوسين بسبب مشاجرات وخناقات، مش افعال مخلة بالشرف او السمعة المالية. وبعدين تعالى معرفك على زميلك الجديد اللي لسه واصل زي حالاتك وموجود عندي في المكتب، واللي هيبقى معاك في الوردية الليلية. وهاخد واحد من الاتنين اللي شفتهم دول وانقله لوردية النهار. كل اللي قاله كان كوم، وقصة العامل الجديد دي كوم تاني، لان دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تصبرني على المكان ده لو كان شخص طبيعي زي حالاتي، وخصوصا اني فعلا محتاج اشتغل لان الشغل مرتبه مغري وبقالي فترة طويلة عاطل عن العمل. فمجرد ما رجعنا للماركت لقيته شاب عنده حوالي 20 سنة زي حالاتي، وواضح عليه الرهبة والقلق زيي، لكن من غير ما يشوف اللي انا شفته. وقتها الاستاذ احمد راح معاه عشان يسيب شنطته ويلبس اليونيفورم، تقريبا عشان ما يحصلش معاه زي اللي حصل معايا. ومفيش 5 دقايق وكانوا راجعين، وفعلا بعدها احمد شاور للشخص اللي كان قاعد على المكنة التالتة ولسه برضه بيغرش في راسه انه يروح ينام عشان يتنقل لوردية النهار. اما زميلي الجديد فكان اسمه ابراهيم، كان طيب وابن حلال ومقطوع زي حالاتي، ومنظر البنزينة كان مخوفه برضه وبيفكر يمشي، لكن لما شافني ارتاح لي زي ما ارتحت له. فقضينا ليلتنا نحكي مع بعض ونهرج ونتكلم عن المرتب اللي ما كناش نحلم بيه. اما العامل اللي كنت كلمته اول ما دخلت فعرفت اسمه عباس، وكان قاعد بعيد عننا وبيبص لنا بصات مريبة. كنت بحس انه بصات غيظ، واوقات بحس انه بيبتسم ابتسامة كلها خبث، لغاية ما الصبح طلع علينا. وقتها فطرنا سوا انا وابراهيم، ولقينا ال3 عمال بتوع وردية النهار جايين، واللي قعدوا يهزروا مع عباس. اما بالنسبة لي انا وابراهيم فكانوا بيبصوا لنا من فوق لتحت. فروحنا نمنا في السكن بتاعنا. اما عباس فسمعت صوته وهو طالع للاستراحة المهجورة اللي في الدور التاني. القلق من المكان ما كانش راح من قلبي، لكن كنت بقول اهو انا وابراهيم في وردية واحدة وملناش دعوة بحد، واحمد واضح انه طبيعي على الرغم من ريحته. وعدى اسبوع على كده، كنت بنام انا وابراهيم سوا ونصحى سوا وناكل سوا وملناش دعوة بحد. لكن الغريب ان الباقيين محدش فيهم كان بيتغير اسلوبه معانا او معاملته، وما كانوش بينزلوا اجازات وبياكلوا مع بعض فوق ويناموا مع بعض. اما احمد محدش كان يعرف بينام فين وامتى او ازاي او بياكل امتى، لغاية ما في يوم في ليلة صحيت فجأة ما لقيتش ابراهيم في السرير اللي جنبي. كانت الساعة 6:30 بالليل قبل ميعاد ورديتنا ما تبدأ ب1:30 ساعة. فقمت ابص عليه في السكن ما لقيتوش، فطلعت ناحية البوابة فلقيته ماشي هو واحمد المحاسب ناحية الصحراء اللي ورا البنزينة على ضوء كشاف. بعد ما عدوا من الجزء المهدود في السور الخلفي كانوا على بعد حوالي 30 متر، وكان في شعاع لنور بيت مهجور حواليه سور مش عالي. فلما دخلوا من البوابة اللي في نص السور ظهر خيال شخص ثالث كان واقف بيستناهم هناك، ودخلوا جوه البيت هما ال3.
وكنت بقول ان في سبب عادي ممكن يوديهم هناك، واتحركت ورحت ناحية السور المهدود بشويش. لكن فجأة نور الكشاف انطفى جوه البيت المهجور، وسمعت ابراهيم بيصرخ. كان بيصرخ وبيتنفض كأنهم بيطعنوه، ومع كل طعنة كان بيصرخ صرخة مرعبة. وثواني وصوته انقطع، ورجعوا بعدها نوروا الكشاف، ووقتها حسيت بحركة ورايا، وقبل ما اتلفت كانت الدنيا ضلمت في عينيا، عشان بعدها اصحى منفوض في سريري وملاقيش ابراهيم في الأوضة. بصيت في ساعة الموبايل لقيتها 8:30. وقتها كان عندي زي تشويش في وعيي، ومش عارف اللي شفته ده كان حلم ولا حقيقة، لكن كنت مرعوب ومش متملك أعصابي. وطلعت لبره عند البنزينة وأنا كل جسمي بيتنفض من الخوف إني ملاقيش إبراهيم بره، ويطلع اللي شفته كان حقيقة. لكن لقيته واقف مع عباس وبيهزروا مع بعض، فحمدت ربنا وقلت اللي شفته ده أكيد كان كابوس. بس اللي أنا كنت مستغرب له إن إبراهيم واقف مع عباس عادي، فقلت يمكن لقى طريقة يلين بيها دماغه، وخصوصا إن دي أول مرة اتأخر في النوم ويخرج إبراهيم لعباس لوحده. فرحت لعندهم وقلت لعباس مساء الفل يا كبير، إيه الأخبار؟ شكلنا كده هنبقى صحبة واحدة. لكن لقيته بنفس تكشيرته ناحيتي، حتى ما ردش عليا. فساعتها بصيت لابراهيم وقلت له تعالى يلا عشان ناكل لقمه سوا. فلقيته ساعتها مكشر لي نفس تكشيرتهم وقال لي انا اكلت مع عباس خلاص، ودور وشه ناحيه عباس وكملوا كلامهم. وقتها زي ما كنت اتصدمت ومش عارف ارد اقول له ايه، لكن كل اللي عملته اني انسحبت وما كنتش فاهم اي حاجه من اللي بيحصل. وجت عربيه ورا عربيه وبقيت بفولهم وانا زي ما يكون دماغي مشلول عن التفكير، مش مركز، لدرجة ان اكتر من مرة الجاز اتدلق مني على الارض، او كنت ادخل المسدس في جنب العربية وصاحبها لسه ما فتحش التانك، لغاية ما مر تقريبا ساعة. جه في راسي الف تفكير لحد ما جات لي البنزينة بنت بدوية بتيجي كل يوم على حمارها ومعاها جركنين الجاز اللي بتعلقهم على جنبين الحمار. كانت جاية في نفس ميعادها اللي بتيجي فيه كل يوم عشان تملى الجركنين من واحد مننا، انا او ابراهيم زي كل مرة، لاني كنت بحس ان عباس بيخاف منها. فكانت تقضي مصلحتها وتمشي من سكات. ووقت ما وصلت في الليله ديت كان ابراهيم وعباس كل واحد منهم مشغول في عربيه، فجت ناحيتي على طول وهي بتبص ناحيه ابراهيم اللي حسيت انه بدا يخاف منها هو كمان، على الرغم من ان هو الاول كان بيحكي لي انها حلوه ونفسه يفتح معاها حوار. وجت وانا كنت مملله الجركنين بتوعها لقيتها بتقول لي وهي مش باصه ناحيتي وبصوت واطي عشان محدش يلاحظ انها بتكلمني: اهرب قبل ما تحصل صاحبك وتصيبك لعنتهم وتبقى جسم من غير روح. وشكرا لحسن استماعكم للجزء الاول من قصة البنزينة المسكونة، وانتظروني في الجزء الثاني من قصة البنزينة المسكونة. وشكرا لحسن استماعكم، شكرا لكم. المحارب البرنس، شكرا لكم.